تخيل معايا تحل عينيك لأول مرة في الدنيا في قصر ملكي، تلقى الأم ديالك هي الأميرة لالا لطيفة، والأب ديالك هو ملك من سلالة علوية لها مئات السنين، وكيحكم دولة بعظمة وتاريخ المغرب اللي هو الملك الحسن الثاني. وتلقى أخت وحيدة في قصر بحجم قصر الرباط سميتها الأميرة لالا مريم في ظرفية عامرة حروبات سياسية ومحاولات انقلابية على الأب ديالك. ومن شكون؟ من أقرب الناس ليه. تخيل معايا كيفاش غتعيش طفولتك وانت عارف أنه تابعك مسؤولية وإرث بحجم دولة سميتها المغرب. تخيل معايا أنه كتفيق كل صباح وانت عارف أنه غيجي واحد النهار اللي غيخصك تولي ملك لدولة مساحتها أكثر من نصف مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها كيفوق 30 مليون نسمة. 21 غشت 1963 الرباط غتفيق على حدث كبير، الزيادة ديال ولي العهد الأمير محمد في قصر الرباط. هذا المولود هو اللي غادي يولي من بعد الملك محمد السادس. الأمير محمد غيحل عينيه في قصر الحسن الثاني ولالا لطيفة، وشحال من مغربي في الستينات لا داخل ولا خارج القصر كان كيتسنى هذه اللحظة. فراه من وراء الولادة ديالو بيومين فقط غتم تلاوة الظهور ديالو في الجريدة الرسمية بشكل رسمي. ما بغيتش نرجع للماضي بزاف، ولكن ضروري نعرفوا شكون هي لالا لطيفة أم الملك اللي كان عندها لقب تعرفات به ديك الفترة هو أم الأمراء. لالا لطيفة من مواليد 46 900 وألف بمدينة خنيفرة، وعائلتها كتنحدر من منطقة زغيان الأمازيغية. الاسم الحقيقي والكامل ديالها هو لالا لطيفة فاطمة حمو، لكنها تعرفات باسم لطيفة باش يتجنبوا الخلط بينها وبين الزوجة الأولى للملك لالا فاطمة أمهروق. كانت أميرة أمازيغية قريبة بزاف من ولدها الأمير محمد، وهذا الشيء اللي أكدوا الملك في حوار مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية في 2005، واللي زاد أكد فيه على علاقته القوية بالأم ديالو وبخوته. وكان مصادر مقربة من القصر قالت أنها كانت إنسانة متدينة، وهذا الشيء اللي بان في زيارتها للكعبة. وتقال فاش دخلت من باب الملك عبد العزيز في 2005 وشافت الكعبة المشرفة مع صحاباتها بقات واقفة وكتأمل لمدة طويلة. دابا نرجعوا للأمير الصغير اللي على عكس الأطفال اللي كيدوزوا سن الرابعة في اللعب، وأغلبهم في ذاك الوقت ما كيبدا الدراسة ديال 6 ولا 7 سنين. الأمير محمد غيلقى راسو في سن الرابعة فقط كيدرس القرآن في المدرسة القرآنية بالقصر الملكي، وبدا من داك السن المبكر كيحفظ القرآن على يد شيوخ وعلماء متمكنين في الدين. من وراها مباشرة غيلتحق بالمدرسة المولوية اللي بالمناسبة أسسها الملك الراحل محمد الخامس في 42 فاش ما قدرش يصيفط الحسن الثاني للدراسة في فرنسا، واللي كيتفتح فيها فصل لكل فرد من كبار أفراد العائلة الملكية، وكيكون معهم أحسن ما كاين في التلاميذ في المغرب. كيكونوا تلاميذ متفوقين دراسيا وسلوكهم كيشفع عليهم يدخلوا للقصر. الأمير محمد غيبدا دراسته في المدرسة المولوية فوج 1973، وقرا معاه في هذا الفوج شخصيات اللي عندهم اسم كبير في الساحة السياسية والثقافية دابا، بحال فؤاد علي الهمة، رشيد الشرايبي، كريم رمزي، حسن أوريد وفاضل بن عيش. الأمير محمد كان كيبدا اليوم الدراسي ديالو قبل الفطور في 6 الصباح حفظ القرآن الكريم. من وراها كيدوز لساعة ديال السبور في رياضات مختلفة بحال السباحة، ركوب الخيل، وساعات الدراسة كانت كتوصل حتى ل 45 ساعة في الأسبوع، كتبدا من الصباح الاثنين حتى السبت في العشية. المقرر الدراسي لا علاقة له بوزارة التربية الوطنية، حيث كان خاضع إشراف الحسن الثاني اللي مزج فيه ما بين الأسلوب العربي الإسلامي والأسلوب الغربي. كان فيه برامج حرفية بحال النجارة مثلا. الدراسة كتسالي في 6 العشية باش من وراء العشاء كتبدا حصص المراجعة اللي كتسالي مع 11 الليل. البروغرام ديال الويكاند كان سبيسيال شوية حيث كيتجمعوا جميع التلاميذ وكياخذوا دروس في الفن والسينما وكيختموها بأفلام كتختار بعناية. ومن بين الأساتذة المعروفين اللي قراو الأمير محمد كنلقاو في كاع المصادر الأستاذ المهدي بن طالب تخصص النصوص الأدبية، اللي بالمناسبة قرا حتى الحسن الثاني اللي هو اختاروا لهذه المهمة. بزاف ديال المصادر كتقول أن الأمير محمد كان معروف عليه الهدوء وكيعجبو يقرا في القانون والسياسة ويتعلم اللغات الأجنبية باش ينفتح على ثقافات وشعوب أخرى. أما الحسن الثاني فراه ما كانش غافل على تربية الابن الملك، تربيته اللي توصفات مرات عدة بأنها كانت قاسية وصارمة في نفس الوقت، وكان باغي منه يتعلم 3 ديال الحوايج بالتحديد وفي أسرع وقت، وهما الانضباط، المسؤولية، ويحترم مؤسسات الدولة. وفي نفس الوقت كان كيشجعه على السياسة لدرجة وهو طفل كان كيديه معاه الاجتماعات والندوات الرسمية. من الأمور الصعبة اللي عاشها الأمير محمد في طفولته هي الحضور ديالو للجوج ديال المحاولات الانقلابية على الأب ديالو. الأولى كانت في 71 في الصخيرات، والثانية في 79.
تخيل معايا دابا انك طفل صغير وكتشوف الاب ديالك كيتعرض لجوج محاولات اغتيال قل من 10 سنين على قبل كرسي السلطه اللي كل شيء كيوجدك ليه، ولكن هذا الشيء على ما تقال خلى عنده نضج سياسي وخلاه عارف مخاطر السياسه. من بعد شويه على المعترك السياسي نمشيو للحوايج اللي كانت كتعجب الامير في طفولته. فاجاتني جريده اليوم 24 في 2017 فاش حطات واحد المقال مفاجئ كتبين فيه عشق الطفوله ديال الامير محمد. فحسب مذكرات الصحفي الفرنسي جونج بير توكو، فالامير محمد كان من عشاق الحيوانات خصوصا الطيور اللي كانوا ما كيفارقوش في الحديقه الخلفيه للقصر. كما تذكر كذلك حصوله على كلب هديه من الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان، واحد من خدام الملك الفرنسيين غيخرج خبر حصري لجون بير توكو فاش غيقول ليه بالحرف ان سيدي محمد يعشق الحيوانات كثيرا ويملك حصانا اشتراه من أحد الأسواق المغربية، ويربي في الساحة التابعة لإقامته ديكا وبيض دجاجات وبطات وعصافير، وهناك يحس بأنه في بيته. في الوقيته ديال الانقلاب قصر الصخيرات في 71 الأمير محمد كانت عنده 7 سنين تقريبا، ولسوء الحظ كان حاضر في الحفل ولكن نجا من الموت بعجوبة. والسبب غريب شوية، الأمير محمد كانوا عنده جوج مربيات إسبانيات، الأولى خوانيتا لاباخوس والثانية أسينسيون دياز. العلاقة بيناتهم تجاوزت العمل والتربية وولاو كأسرة لدرجة أن الأمير محمد كان كيعيط على خوانيتا لاباخوس بالعمة خوانيتا. هاد العلاقة كانت سبب في الإبقاء على حياة الأمير محمد. في الوقيته اللي دخلوا فيها الانقلابيين للقصر وبداو في إطلاق النار العمة خوانيتا وأسينسيون غيكون ليهم دور بطولي في حماية ولي العهد. كيتقال أن خوانيتا توجهات مباشرة عند الانقلابيين ودخلات في مشادات كلامية معهم باللغة العربية وغتشد يد الملك وغتجروا لعندها. وهاد المعلومة صحيحة 100% حيث أكدتها بعد سنوات من الحادثة مصادر عسكرية إسبانية لصحيفة إسبانيول، والحسن الثاني بدوره أكدها في حوار مع الجريدة الفرنسية باري ماتش. كاينة مصادر كتقول أن المربيتين جمعوا جميع أبناء الملك وسدوا عليهم في مرحاض خاص بالنساء داخل القصر بعيد على بؤرة التوتر. للأسف ما لقيناش بزاف ديال المصادر اللي تعمقات في حياة وطفولة الملك، ووسط داكشي اللي لقيت حاولت نختار بعناية ونبعد على المصادر اللي فيها شك وما موثوقاش. حتى لهنا غنكونوا سالين هاد البارتي. السيبور ديالكم في لي كومونتير والبارطاج غيعاوننا نكملوا أجزاء أخرين. شكرا. Avoir plusieurs millions d'habitants sous sa responsabilité. Oui, sa responsabilité. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est très grand. C'est très difficile aussi comme métier. C'est mon fils, le prince héritier. Qu'est-ce qui continue? Une gouvernante française a été chargée par Hassan II de suivre l'éducation du prince héritier. Sa Majesté tient à ce que le prince suive tous les cours qu'il a en ce moment au collège et il commence à 7h le matin et il termine à 8h le soir.